الا كنتي اختي من الناس اللي عزيز عليهم الشفنج ولكن ملي كتحضره ما كيجيكش بحال اللي انت باغا، اما كيجيك هكايا مدقص من الداخل ولا ما كتحصليش على النتيجه اللي انت باغاها، جبت لك السفنج ديال الطراب اللي كيجي مجعب وهشيش ومفقع من الداخل. مستحيل تجربي السفنج ديال الطراب وتشريه من الزنقه ولا تحضريه بالطريقه العاديه. كما العاده ما نساوش الصلاه والسلام على رسول الله، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد. على بركة الله. اليوم ان شاء الله غنحضر معكم الشفنج، وكما كنعرفوا بالنسبه للشفنج يعني كلشي كيعرف يعجنو ويحضروا، ولكن ماشي كلشي كيحصل على الجوده ويجي هكا السفنج مجعب ومفقع من الداخل. معظم الناس ما كيحصلوش على النتيجه اللي هما باغين، لان السر كاين في العجينه. لهذا غنقترح عليكم السفنج ديال اليوم كيجي مجعب وهشيش ومفقع، واهم حاجه راه ما غتقيسوش العجينه باليد ديالكم بتاتا. لهذا خليكم مع الفيديو باش تشوفوا جميع التفاصيل. كما ذكرت لكم السر راه كاين في العجينه. كما كنعرفوا بالنسبه للشفنج يعني كنعجنوه بالماء يكون سخون. الا كان هكا الجو بارد الماء سخون، كان الجو هكايا سخون كيكون الماء دافي. ضفت في الاول 2 ديال الكؤوس، الملح كتبقى على حساب الذوق، ملعقه صغيره ديال العسل، وكذلك الخميره. الا كان الجو بارد كنكثروا، بالنسبه للجو راه باقي بارد شي شويه نضيف ملعقه كبيره وربع، والا كان هكا الجو سخون يعني كتقلوا. كذلك ضفت واحد الملعقه كبيره ديال الخل، وكنضيف واحد 2 ديال الكؤوس ديال الدقيق، وكنبدا نحرك. كما ذكرت لكم بالنسبه لهذا السفنج هدايا السر ديالو في العجينه، لهذا خليكم مع الفيديو باش تشوفوا جميع التفاصيل. كذلك زدت الكاس الثالث ديال العجين وكنحرك غير بالطراب اليدوي. نسيت ما ذكرت لكمش بالنسبه للسفنج ديال اليوم عفوا غنحضروه بالطراب اليدوي، كيجي من انجح الطرق اللي يمكن لكم تحضروا بها الشفنج. وهنايا كنضيف الماء. بالنسبه للماء كملاحظه غنحتاجو 5 ديال الكؤوس ديال الماء، غير هي كنضيفوها بالتدريج. لاحظوا معي انا كنضيف في الدقيق وانا كنضيف في الماء. بالنسبه لها الطريقه هذه كتخلي الشفنج ديالكم يتدلك تدريجيا، يعني نتوما كتعجنوا وهو كيتدلك غير بوحدو، واهم حاجه بدون مجهود، يعني غير كتحركوا حتى كيختفى معكم هكايا الدقيق وكيولي هكايا الخليط، يعني كيطلق الخيط هكايا مندمج. كنحاول هكا ما نزربش اللقطات بعض المرات باش تشوفوا، ولكن باش ما يجيكمش الفيديو طويل بزاف ضروري بعض اللقطات كنزربوهم. وهنايا كنضيف الكاس الرابع ديال الماء وكذلك الكاس الخامس، وهكا نكونوا دخلنا الكميه ديال الماء اللي عندنا كامله. كما ذكرت لكم احتاجنا 5 ديال الكؤوس بقياس كاس العنبه، كل كاس كيزيد 150 مليلتر. في هذه المرحله هذه حركوا مزيان بهذه الطريقه هذه حتى كيبدا هكايا الخليط يدير لكم الفقاعات ولا الكشكوشه بحال الشكل هدايا. وهنايا غنكملوا بالاضافه ديال الدقيق. بالنسبه للعجينه احتاجنا فيها 5 ديال الكؤوس ديال الماء، غنحتاجوا 10 ديال الكؤوس ديال الدقيق اللي هي كيلو. كملاحظه بالنسبه للناس اللي بغاو يحضروا هكايا كميه قليله كتقسموا المكونات، يعني السوائل وكذلك النواشف بالتساوي. اما الطريقه ديال الخدمه خليوها كما هي، يعني كتضيفوا الماء بالتدريج وكذلك الدقيق بالتدريج. كما ذكرت لكم هاد الطريقه هذه كتخلي العجينه ديالكم تدلك وكيدخل فيها الهواء من الداخل، وهكا الشفنج ديالكم كيجيكم مفقع ومهوي من الداخل. لاحظوا معايا كل مره كنحاول هكا نوريكم غير شويه بشويه. وحنا كنضيفوا الكميه ديال الدقيق اللي عندنا. كما كنعرفوا بالنسبه للشفنج يعني كيبغي هكا يدلك وكيبغي هكا الخطر، يعني بزاف ديال الناس اللي كيحضروا هكا غير باليد ديالهم كياخذ منهم واحد المجهود اللي قوي بزاف، لانهم كيقصحوا العجينه في الاول وكيبداو هكا يضيفوا الماء غير شويه بشويه. صراحه كتاخذ الجهد وما كتجيش هكا مدلوكه، ولكن ها الطريقه هذه سهله
كتخدموا غير شويه بشويه، يعني الدقيق والماء كيتخدموا في الاول وهما ماشيين كيضيفوا شويه بشويه. المهم راه فهمتوني. وبالنسبه لها الطريقه هذه كما ذكرت لكم راه كتخلي العجينه تدلك غير بوحده. صافي هنايا في الاخير هذا هو القوام ديال الشفنج. كنبداو هكايا غير كندحيو هكايا بالخلاط. بالنسبه للعجينه الا جاتكم هكايا خفيفه كتزيدوها شويه ديال الدقيق، يعني كيبقى هكايا الاختلاف في الامتصاص ديال الدقيق. انا دخلت لي 10 ديال الكؤوس نيشان، 5 ديال الماء و10 ديال الدقيق. نتوما بحالاتي الا جاتكم خفيفه شي شويه زيدوها هكايا واحد 4 كاس ولا 2 ديال الملاعق ديال الدقيق، كيبقى على حسب الامتصاص. العجينه ديالنا كنغطيوها وكنخليوها حتى كتختمر ويتضاعف الحجم ديالها. وغندوزو ان شاء الله باش نكوروها. كملاحظه ملي تكونوا كتكوروا الشفنج حاولوا هكايا تاخذوا غير من الطرف ديال القصعه. وبالنسبه للناس اللي كيحضروا كميه كبيره ديال الشفنج ما تكوروهش كامل، يعني كوروها هكايا غير واحد 6 ديال القطع ولا 8، والكميه المتبقيه نتوما كطيبوا وانتم كتكوروها، لان العجينه ديال الشفنج الا فات فيها الاختمار ملي كتبقاو هكايا تقليو الشفنج ديالكم راه ما كيتفقعش معكم. هنايا انايا كورت 8 ديال القطع والعجينه الاخرى خليتها. انا كنطيب وانا كنشكل. ملي كنكملوا هكايا بالتشكيل ديال العجينه كندوزو نقليو، يعني كنديروا الزيت يسخن. بحال هكا الا كان الجو بارد بزاف كتخليوها شي شويه. انا مباشره من بعد ما كملت دزت للطياب. عندنا هنا مقله اللي فيها واحد شويه ديال الزيت، وكذلك كسرونه كنوضعوا فيها هكايا الزيت اللي كيكون مرتفع شي شويه وكنشكلوا العجينه. بالنسبه للمبتدئات هكا الا جاتكم السفنجه ما مقداش الثقب ديالها من الداخل كتقدوها هكايا بالملعقه كتخدموا بشكل عادي. انا حبيت هكايا نخدم بطريقه اللي هكايا كلشي يقدر يخدم بها، يعني وضعت هكايا العجينه وقددتها هكايا غير بالملعقه خشبيه. وهنايا بالنسبه لهاد الشعله هذه ديال الكسرونه كتكون متوسطه، وبالنسبه للشعله ديال المقله كتكون مهيله. كتخليو الشفنجه ديالكم حتى كتشد راسها وكتوضعوها هكايا في الزيت اللي كيكون مرتفع. بصراحه بالنسبه للكسرونه الا كانت عندكم هكايا شي كسرونه صغيره كتخليها هكايا الشفنج ديالكم ينتفخ اكثر وما كتاخذش هكايا بزاف ديال الزيت، يعني الكميه ديال الزيت اللي كتكون عندكم راه كتكفيكم، ما تحتاجوش هكايا ديروا كميه كبيره. ولاحظوا معايا ما شاء الله الشفنج ديالنا كيفاش كيتفقع، التفقعات ديالو باينين. الشفنج ناجح، ما عليكم الا تطبقوا الوصفه وهكا غتوليو محترفين في الشفنج. اللون كيبقى على حسب الذوق ديالكم، الا بغيتو هكا غير تذهبوه. كل ما خليتو الشفنج يتحمر كل ما كيجيكم مقرمش، يعني بالنسبه للناس اللي بغاو هكا الشفنج رطب شي شويه ما تخليوهش يتحمر بزاف. وهكا غنستمر حتى غنكمل الكميه اللي عندي. كملاحظه بالنسبه للعجينه فانا قسمتها ل20 كويره. الا بغيتو هكا الشفنج يجيكم كبير كتقسموها ل20 ولا هكايا 18. بغيتو هكايا الشفنج يجيكم صغيور يعني كيبقى عينكم ميزانكم. اهم حاجه ما تكوروش العجينه ديالكم كامله. الا كورتوها كامله وعاد بديتو الطياب الحبات الاخرانيين راه ما غيجيوكمش مفقعين، الخميره كتفوت فيهم، يعني الخميره ديالهم كتطفى ما كتبقاش هكا محافظه على التفاعلات ديالها. وهنايا غنوريه لكم كيفاش كيجي من الداخل. كملاحظه ملي تقليو الشفنج ديالكم ديروه هكايا على شي شبيكه ويكون عندكم هكايا الورق النشاف ولا هكايا شي قطعه ديال الثوب باش تمتص لكم داك الزيت اللي كيبقى زايد، وهكا الشفنج ديالكم ما كيجيش مزيت من الداخل. كذلك بالنسبه للشعله ملي تكونوا كطيبوا عندها دور كبير، ما تنقصولهاش بزاف باش ما يتشرب لكمش الزيت. ولاحظوا معايا ما شاء الله كيفاش كيجي مجعب من الداخل ومفقع. بصراحه شفنج رائع. الا حضرتوه تاكلوه في الصحه والراحه. نتلاقاو ان شاء الله في فيديو اخر، مع السلامه.